هيبقى ظاهر لنا الجزء اللي تحت ده بس. الباينج تايب اوكشن وريزرفيشن، الفرق ما بينهم الاتنين ان انت اوكشن ده انت بتتنافس انت والمنافس بتاعك على مكان معين، اللي بيدفع فيكو اكتر هو اللي بيبقى موجود فيه. ممكن انت تدفع 10 جنيه فانت بقت متواجد، المنافس جه دفع 11 جنيه فهو بقى متواجد. طبعا المكان ده اللي هو النيو فيد او المكان اللي انت محدد تظهر فيه للعميل فين، او العميل بتاعك هيشوفك فين. طبعا احنا بنتكلم كده على 2 منافسين، كل ما المنافسه بتكتر وعدد العملاء بتكتر وكل ما حد بيعلي البادجت بتاعته، زي يعني مثلا الميزانيه بتاعتك، استهداف جمهورك بيختلف. البيد استراتيجي دي برضه حاجات هنتكلم عليها، ان انت مثلا عاوز تدفع ان كل واحد يشوفك 11 جنيه، لا انت ممكن اعلي على المنافس بتاعي بقى انا 12 جنيه فانا اظهر الاول. دي الاوبشن ده، النظام اللي هو المزايده. الريزرفيشن دي انت مكان معين انت بتحدده في الفيسبوك بتظهر فيه بس بعدد معين. يعني خلينا برضه نتكلم عنهم بشكل تفصيلي. في نظام المزاد الاعلانات بتتنافس على الاماكن المتاحه بناء على عوامل زي الميزانيه، استهداف الجمهور، استراتيجيه العرض اللي هي بيد استراتيجي. كل ما مكان الاعلان بيبقى فاضي فيسبوك بيعمل مزاد علشان يحدد الاعلان اللي هيتعرض فيه. مميزاته مرونه في الميزانيه، تقدر تبدا باي ميزانيه حتى لو كانت صغيره. تحكم في العروض، ودي اللي هي بيد استراتيجي، ودي تقدر تحدد اقصى عرض. انت ممكن تدفع 10 جنيه 12 جنيه، لو المنافس بتاعك بينافسك في 12 جنيه فانت طبعا في ناس في بعض الاحيان يعني بتدفع ارقام خزعبليه علشان تضمن ان هي ظاهره للعميل او الحد، او ممكن تسيب فيها ان الفيسبوك يحقق لك افضل نتائج. ومن ضمن مميزاتها الاستهداف الدقيق، مناسب للجمهور الصغير والمحدد. الدفع بناء على الاداء، التكلفه بتعتمد على المنافسه للجمهور اللي انت مستهدفه، يعني بتدفع بس اللي بتحتاجه علشان تكسب المزاد. وخلينا نتكلم عن العيوب بتاعته. تكاليف متغيرة، يعني ممكن الأسعار ممكن تختلف حسب المنافسة، زي دي ما اتكلمنا فيها إن أي منافس ممكن يعلي عليك المنافسة في أي وقت. زي ما احنا أغلبيتنا بتفتح سعر الرسالة تلاقيها مثلا فاتحة معاك 6-7 جنيه، المنافس على عليك وصلت ل11 و50 و40 أيا كان الفيلد اللي أنت شغال فيه. تحكم أقل في الأماكن اللي هيتعرض فيها الإعلان بتحددها خوارزمية الفيسبوك. ولو هتسألني نظام المزايدة أفضل لمين، هقولك نظام المزايدة، وده أفضل لمين؟ أفضل للحملات القصيرة، الميزانيات القليلة، أو لما تكون عاوز مرونة وتحكم دقيق في جمهورك واستراتيجيتك. ونيجي بقى لمرحلة الريزرفيشن. في نظام الحجز بنحجز أماكن إعلانية مسبقا بسعر ثابت، فيسبوك بيضمن لك الإعلان بتاعك يوصل لعدد معين من الناس. المميزات بتاعته إعلاناتك مضمونة، توصل لعدد محدد من الجمهور. تكلفة متوقعة، هتعرف بالظبط هتصرف كام من البداية. مناسب لزيادة الوعي بالعلامة التجارية، مثالي لو بتعمل حملة كبيرة وعايز توصل لعدد كبير من الناس. من أهم عيوبه مفيش مزايدة فيه، يعني التكاليف ثابتة، يعني مش هتستفيد لو الأسعار قلت أو المنافسينك خرجوا من السوق أو وقفوا الإعلانات بتاعتهم. وفي الجزئية دي أنا حضرت لكم مقارنة ما بين الأوكوجن والريسيرفيشن بتاعت كل باينج تايب، ازاي بيشتغل، والميزانية والعروض والوصول والتحكم في الأماكن والدفع وأفضل لمين. ولو عاوز الجدول ده سيب لي كومنت وهبعتهولك.